صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وعايزة أشكركم على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا، وفرحانة أوي إن القناة بتكبر بيكم. في سنة 1894 وبالتحديد في ألمانيا كان في مجموعة من الأطفال بيلعبوا، فواحد فيهم رجليه اتزحلقت وسقط في النهر وجرفه الطيار وأوشك على الغرق، لحد ما ظهر قسيس اسمه ماكس تريمل. كان خارج وقتها من الكنيسة وشاف الطفل وهو بيغرق وأنقذه. الطفل ده بعد 40 سنة هيكون السبب في مقتل الملايين حول العالم. الطفل ده هو السفاح النازي أو الرئيس الأكثر دموية في العصر الحديث، وبسببه قامت أكبر حرب في تاريخ البشرية. عارفين مين هو؟ أدولف هتلر. عارفين هتلر كان شغال إيه قبل ما يبقى رئيس؟ كان فنان مرهف الحس، وكان ليه مقولة مشهورة بتقول: إذا أردت أن تكون ساطع مثل الشمس عليك أولا أن تحترق مثلها. If you want to shine like sun, first you have to burn like it. إيه اللي خلى فنان مرهف الحس يتحول لقاتل يعشق الدموية؟ وأغلب مخطوطاته بعد بداية الحرب العالمية اترسمت بدم اليهود. اشمعنى اليهود؟ تعالوا نتطقص ونشوف سبب كره هتلر لليهود. بس قبل كل ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعمل لايك وشير علشان يوصلك مني كل جديد. وكمان معايا حكايات كتيرة قوي عايزة حبايبي يسمعوها معايا. اتولد أدولف هتلر سنة 1889 في النمسا، لما النمسا وألمانيا كانوا دولة واحدة واسمها الجمهورية الألمانية النمساوية بعد الحرب العالمية الأولى. واتولد هتلر بالتحديد في قرية نمساوية اسمها براوناو ام ان، وكان بيحب والدته كارلا جدا، وبيكره أبوه لأنه متعصب الرأي وبيعامله بعنف، وما كانش حد بيحن عليه غير والدته كارلا. وترتيبه بين إخواته هو الابن الرابع من أصل 6 أبناء، ووالده كان موظف في الجمارك ووالدته كانت الزوجة التالتة لوالده. وعاش هتلر طفولة مضطربة لأنه كان بيتعرض للعنف من أبوه. كان والده عنيف جدا معاه ومع والدته، وكان دايما بيضربه. وفي مؤرخين قالوا إن أبوه أصله يهودي. هتلر كان بيحب والدته لدرجة الجنون، ولحد آخر يوم في عمره كان شايل صورتها في محفظته. هتلر كان فاشل في الدراسة. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم يا بس؟ فاشل. سيحتني في وترك المدرسة وهو عنده 16 سنة، وأخد شنطته وطلع على فيينا معقل الفنون وقتها، وبدأ يرسم مناظر طبيعية ويبيعها، وقدم في أكاديمية الفنون الجميلة، ولكنه اترفض. ولأنه كان بيعشق الفن فالحلم فضل يطارده، وفضل يرسم لوحات ويبيعها على الرصيف، وبدأ يتنقل بين بيوت المشردين والعواطلية طلبا للرزق. اليهود في الوقت ده كانوا مسيطرين على جميع أنواع التجارة والاقتصاد، وكانوا مسيطرين على النظام المصرفي في أوروبا. واليهود كانوا بيحقروا من لوحات هتلر ويشتروها بأبخس الأسعار علشان يبيعوها بعد كده بأغلى الأسعار. وده بقى شكل جواه حجر الأساس في بداية كرهه وحقده لليهود. وبعد سنتين من الكفاح والبهدلة على الأرصفة أفلس وما كانش لاقي قوت يومه، فقرر يرجع ألمانيا. ولما رجع والدته كانت أصيبت بالسرطان، وبعدها بكام شهر ماتت وعمرها 47 سنة بسبب جرعة خاطئة من مادة الأيدوفورم على يد الطبيب اليهودي إدوارد بلوخ. ربنا خلقني طبيب أوصف طبيب أوصف الحالة. هو خلقني كده أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا ادهاني. اسمعوها مني، لأن حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا إيه؟ وخلي بالك اليهود كده مش عايزين يسيبوه في حاله. أول مرة لما كانوا بيحكروا في لوحاته ويشتروها بأبخس الأسعار، وتاني مرة لما طبيب يهودي يكون السبب في موت أغلى ما يملك، وده ساهم في كرهه الشديد لليهود. وبعدها راح عاش مع عمته، ولما ماتت عمته ورث منها قرشين، وقرر يرجع لفيينا علشان يقدم في أكاديمية الفنون الجميلة مرة تانية، وللمرة التانية بيترفض. ليه كده؟ كنت خدوه. وفي سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، وهنا بقى الوطن نادى عليه. راح هتلر عمل إيه؟ اتطوع في الجيش، وطلع من الحرب بوسام الشجاعة من الدرجة التانية، مع إن جسمه كان هزيل جدا لكن أثبت كفاءة. لكن الحرب دي كان لها تأثير قوي على حياته فيما بعد، فضل التأثير ده معاه طول عمره. إيه هو؟ أصابته شظية في تلك المنطقة الحساسة بين الفخذين، سبب له مشاكل فيما بعد. حتى في أغنية مشهورة عن هتلر كان بيغنوها الإنجليز والروس في الشوارع اسمها هتلر
has got only one ball. Hitler has only got one ball. Goering has two but very small. Hitler has something similar, but more of Goebbels has no balls at all. وبدأ الفنان يتجه للسياسة، ولما ألمانيا خسرت الحرب ووقعت معاهدة فرساي الشهيرة، وبدأت ألمانيا فعلا تستلف من اليهود اللي كانوا مسيطرين على سوق المال والاقتصاد، وسيطروا على البنوك كلها وعلى النظام المصرفي في أوروبا. وهنا بقى قام بعض الشباب المناضلين أسسوا حزب اسمه حزب العمال الألماني الاشتراكي، اللي كان معادي لحكومة ألمانيا ومعادي لكل ما هو يهودي. وكان من الشباب اللي أسس الحزب ده أدولف هتلر. وخلال سنتين قدر هتلر يوصل لرئاسة الحزب، وخلال 1923 يتقبض على هتلر و3000 واحد من رفقاء الكفاح ويترمي في السجن. وهو في السجن يكتب كتابه الشهير كفاحي اللي اتباع منه 10 مليون نسخة. وبعدها يطلع من السجن ويحصل الكساد العظيم سنة 1929، أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث. والاقتصاد الألماني ينهار أكتر ما هو، لدرجة إن الفلوس كانت بتتعبى في شويلة وما كانش لها أي قيمة أصلا، وتفقد الحكومة الألمانية الثقة. والحزب اللي بيتصدر المشهد السياسي دلوقتي هو حزب هتلر، ويمسك هتلر حكم ألمانيا. وقدر هتلر يخلق أكتر من 6 مليون وظيفة، وقضى على البطالة تماما في سنتين. وكان في شغل زايد وعجز في العمالة، وده حسن من دخل الألمان وزود المرتبات. بس السؤال هنا، إزاي هتلر قدر يعمل كل ده خلال فترة صغيرة؟ أقول لك أنا، عن طريق إنشاء مصانع للسلاح في كل أنحاء ألمانيا من أول يوم في السياسة وهو ناوي على الحرب. هتلر كان داهية في الماركتينج والإعلان، وكان له كاريزما رهيبة وصوت عالي وهيبة، وبيعرف يوصل رسالته، وده سبب فوزه برئاسة ألمانيا خلال فترة قصيرة. وهتلر علشان يحط الشعب في جيبه كان لازم يعمل 3 حاجات هما كانوا كل هدفه. 1. حسن مستوى المعيشة بالقضاء على البطالة. بعد ما كانت نسبة البطالة 6 مليون عامل، أصبحت نسبة البطالة 0. 2. الإعلام وتأثيره على العقول. كان بيصور نفسه ويحط صوره في الشوارع كلها وبيخطب في الناس، وكان له كاريزما عالية زي ما قلنا. 3. قضى على كل الموبقات اللي كان بيسمح بيها اليهود، وبكده ملأ بطن وعقل الشعب، وكان الطريق ممهد لهتلر علشان تبدأ السيطرة الحقيقية. هتلر فعلا عمل نقلة لألمانيا تعد معجزة بكل المقاييس. وبعد ما كسب حب وولاء الشعب، بدأ في حروبه اللي كانت أكثر دموية. هتلر بقى كان شايف إن اليهود أخبث سكان الأرض، وإنهم ميستحقوش يعيشوا لأنهم سيطروا على سوق المال. ولو إن انتصر الفكر الماركسي اليهودي هيكون ده الدمار الشامل للإنسانية. فبدأ هتلر في سياسة اضطهاد اليهود، وبدأت كتيبة السحراء في مصادرة ممتلكاتهم وإغلاق محلاتهم. وكان هتلر وحزبه مصرين على تهجير اليهود من ألمانيا، وعرض على أوروبا وأمريكا إنهم يستقبلوهم، لكنهم رفضوا تماما. فبدأ النازيين في عمل معسكرات الاعتقال اللي كانت بتضم اليهود والشيوعيين والبولنديين وأسرى الحرب والغجر. وفي سنة 1941 قرر هتلر على التصفية الكاملة لليهود، وعمل معسكرات الإبادة أو الهوليكوست، وكانت بتقضي على المعتقلين بالغاز السام وحرق الجثث. وقتل حوالي 1.5 مليون يهودي في المعسكرات. معسكر أوشفيتس بيركناو أكبر معسكر إبادة أنشأه النازيون، وأصبح رمزا للمحرقة والشر والتطرف المتعمد أو القتل الجماعي. وتم مصادرة ممتلكات اليهود وكل شيء يخصهم، والقلة منهم عمل عبيد. وتم نقل اليهود إلى معسكر الإبادة في مايو 1944 من رجال ونساء وأطفال يخرجون من القطار المكتظ وهم مصدومون وخائفون. يقفون الرجال إلى اليسار والنساء إلى اليمين، وتم اقتيادهم إلى غرف الغاز وقتلهم وحرق الجثث. ومن هنا نفهم المعنى المزدوج لمصطلح معسكر الإبادة.
وبسبب طموح هتلر في إقامة ألمانيا العظمى والتخلص من معاهدة فرساي، قامت الحرب العالمية التانية اللي كانت بين دول المحور: إيطاليا، ألمانيا، اليابان، ودول الحلفاء: فرنسا، بريطانيا، أمريكا، الصين، والاتحاد السوفيتي. وفي بداية الحرب ألمانيا كانت مسيطرة على جزء كبير من أوروبا، لكن بعد كده دول المحور تلقت سلسلة هزايم، وانتهت الحرب بغزو الحلفاء لألمانيا واستسلام ألمانيا تماما سنة 1945. هتلر بقى كان مستخبي في قابو تحت الأرض في برلين، ولما وصلوا خبر إعدام حليفه الإيطالي موسوليني قرر إنه يتخلص من حياته علشان ما يقعش أسير في يد السوفييت، وانتحر بأقراص السيانيد، وبعدها ضرب نفسه بالنار علشان تنتهي قصة الزعيم النازي. وتخيل كده، لو كان هتلر فاز بالحرب العالمية التانية ما كانش هيبقى فيه دولة اسمها إسرائيل.